حلمي طولان فيتوريا لم يكن المدرب الأسوأ في تدريب منتخب مصر، وكان محقق نتائج كويسة في بدايته. رمضان صبحي صفقة قوية للزمالك وإضافة، وهو مهزوز في بيراميدز حاليا، والقلعة البيضاء تحتاج 11 لاعبا للمنافسة على البطولات الفترة المقبلة. لا يوجد مدرب مصري حاليا قادر على قيادة المنتخب، ولكن لاحقا من الوارد والأسماء الأنسب أحمد سامي مدرب سموحة، وعبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش. والكرة لا تدار بالروح فقط، ليس كل نجم كرة قدم يصلح مدرب، وأكبر الأمثلة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا وبيليه في البرازيل. وأين الإنجازات التي حققها المدربون مع الأندية لتولي تدريب المنتخب؟ يجب على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم استقالته فورا بسبب عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات. محمودة بالذهب. محمد صلاح عنصر أساسي في صفوف المنتخب الوطني، ووجوده سيمثل إضافة قوية للمنتخب بجانب باقي اللاعبين. أتمنى أن يعقد حسام حسن جلسة مع محمد صلاح من أجل تصفية الأجواء، خاصة وأن المنتخب الوطني قادم على مواجهات مصيرية في مشواره بتصفيات كأس العالم. إصابة إمام عاشور خسارة كبيرة لمنتخب مصر وللنادي الأهلي، وحزين للغاية بسبب ظهور عدد من الشامتين والحاقدين في إصابة اللاعب. حمدي فتحي من اللاعبين الأساسيين، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه بعد نزوله بديلا لإمام عاشور، وكنت أفضل مشاركة مصطفى فتحي، خاصة أنه لاعب صاحب خبرة ومهارة عالية. منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام نيوزيلندا وظهر بروح جديدة. ميدو. مباراة افتتاح استاد مصر كانت جيدة والملعب في غاية الروعة، وإن شاء الله في المباريات القادمة نرى الملعب كامل العدد. يجب عدم التسرع في الحكم على حسام وإبراهيم حسن، وما قدماه لمصر يشفع لهما في تولي مسؤولية المنتخب عليهما، لأنهما من أهم. يجب علينا أن نعطيه الثقة الكاملة ونقف بجانبه حتى يصل المنتخب إلى منصات التتويج من جديد كما كنا، وحسام حسن سينجح مع المنتخب. سيد معوض. لا يجوز إصدار حكم سريع على منتخب مصر إلا بعد 4 فترات توقف دولي. يجب أن يستوعب اللاعبون أولا فكر حسام حسن فنيا. البداية جيدة أمام نيوزيلندا، وتحقيق المكسب شيء معنوي، ومواجهة كرواتيا أمر إيجابي، وسواء كسبنا أو خسرنا لا يجوز إصدار الحكم حاليا، لأننا بعد فترة سنقوم بتقييم الأمور والفرق بين الجهاز الحالي وجهاز فيتوريا. الجميع يتحدث اليوم عن صور لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، بينما لدينا لاعب أفضل منه وأهم هو محمد صلاح، وهو عنوان لمنتخب مصر وسيكون متواجدا في المعسكر القادم. والنقطة الأهم هي على التعامل جيدا مع صلاح، والطبيعي أن تكون العلاقة جيدة بين الجهاز الفني وكل اللاعبين سواء لاعب محلي أو محترف في الخارج. أتمنى أن نسمع تصريحات من حسام حسن بشأن مشروعه مع الكرة المصرية ومخططاته مع منتخب مصر في المرحلة القادمة، البطولة الودية استعدادا لتصفيات كأس العالم. ومحمد صلاح في وقت سابق جاء إلى معسكر منتخب مصر وهو قدمه في الجبيرة. وفي التوقف الحالي هناك لاعبين كثيرين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم بسبب الإصابات. مركز 6 يحتاج لاعب قوي يجيد تمرير الكرات بشكل جيد، كما كنا في وقت حسن شحاتة في وجود محمد شوقي وحسني عبد ربه. ورتم المنتخب عندما يكون سريع سنشاهد كرة قدم جيدة، والرتم السريع يحتاج لاعبين صغار السن، والحسابات كلها من وجهة نظري تكمن في ظهور عناصر جديدة وشابة. وإمام عاشور كان يمنح السرعة المطلوبة في رتم المنتخب كما كان يفعل ذلك زيزو مع الزمالك في المواسم الماضية. محمد شكري كان يجب مشاركته في المباراة السابقة، لأن من الصعب مشاركته أمام كرواتيا. وأحمد فتوح لاعب جيد وكان يجب وجوده في المعسكر الحالي، لأنه لعب مباريات أمام منتخبات كبرى ولديه خبرات دولية، وهناك عدد كبير من اللاعبين كانوا عائدين من الإصابات بالتأكيد لن يكونوا في تشكيلة المنتخب أمام كرواتيا. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق في رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك. أحمد أمين أوفا. اسمي أوفا وليس أوفا. لفيت على الاختبارات ولكن لم يكن هناك توفيق، فجالي حالة إحباط وابتعدت عن الكرة من سن 12 سنة حتى 18 عام، ورجعت لعبت مع العياد بلدي ولكن لم أشارك بشكل مستمر. عملت في أكتر من مهنة زي فرن عيش وكافيه وأي عمل يجيب فلوس. كنت بشتغل وتركت الكرة هذه الفترة وركزت في الشغل. انتقلت إلى الشرقية للدخان من العياد بقيمة 40,000 جنيه، وعلاء إبراهيم منحني فرصة اللعب وله فضل كبير في اللي أنا فيه.
ثم انتقلت إلى سيراميكا كليوباترا ولم أشارك، ثم خرجت إعارة إلى المقصة، ثم إعارة إلى إسترين كومباني، وعملت مباريات كويسة، ثم عدت لسيراميكا كليوباترا ودخلت في صفقة بيع جون إيبوكا مع إنبي. مبسوط جدا في إنبي، وعقدي متبقي فيه 2.5 عام في إنبي، ومسؤول الأهلي والزمالك تواصلوا مع وكيلي للانتقال لأحدهما، ولكن لا يوجد عرض رسمي لإنبي حتى الآن، ولدي عروض من سويسرا، ولكن الأمور المادية أوقفت العرض.